مرحبا مرحبا. اليوم بناء يعني على حفلتي الأخيرة هي اللي كانت ما بعرف من قد ايه، فقلت يعني احتفالا بهالذكرى لبست اليوم لبس فلكلوري إماراتي. خلاص حاجة، فهمت عليك. لأني هيك فخورة بهالمشاركات اللي شاركتها على مسرح خرفكان. يعني ما شاء الله. هل المسرح هو اللي يترك الأثر في الفنان أم الجمهور؟ أولا الجمهور وثانيا المسرح. ولك هذا الحكي كله كذب كذب. وغالبا لما بيكون المسرح هيك فيه شيء من العراقة، ويعني بتعرف أنا كيف تذكرت برغم يعني حفلاتي الكثيرة. ولك العمى بعيونك ولك انت فهمت على حالك لحتى نحن نفهم عليك. ولك شو بتحكي انت شو بتحكي؟ كلمة بالشرق وكلمة بالغرب اشدوا لابوسك سدوا. بس قديش تذكرت وقديش أثرت في حفلاتي الاثنين اللي عملتهم بخرفكان، خصوصا الحفلة الأخيرة اللي عملتها. يا حرام شو حساس. تذكرتها هيك من الطريق، لأنه يعني حتى الطريق اليوم للمسرح كتير خاص وحلو وترك ذكرى فيي. تذكرت الشلال وتذكرت كل الأماكن. يحموا لقلبك ما أثقلك. ولك أصلا أنا رضيان بنصيبي لأني رضيان فيكي، لأنك غراب وشك ما بيخلي الواحد يشوف الخير. والأوتيل هيك وطيابته ورقي الناس وسمعهم ترجع هيك الذكريات. بس بالنسبة إلي أهم شيء يعني الجمهور هو اللي بيعمل الحفلة. كلي هوا حاجة الفلسة. كثير متحمسين كمان للألبوم السوري، صار في شيء جديد. أخذت من كل محافظة أغنية فلكلورية، أمة عربية واحدة، وطورتها موسيقيا. لعبنا شوي هيك بالتوزيع الموسيقي، وهي فكرتي يعني أنا كتير أعجبت فيها فكرة إنه يلتموا هيك كل المحافظات بألبوم واحد سوري. يا إلهي إذا بتزبط. بعد ألبومي السوري إن شاء الله حيكون في خليجي. ليزارة علي الحلال، انت بهالمخ اللي عليك حرام تكوني مرأة. غنيت ولا تركي. هلا عملت الديو انا وايبرو، بس هي اغاني يعني انا مغنيت اكثر، واغنيه لها اغنيتها المشهوره غنيت لها اياها. بس يعني الشغله ما كبيره، ما بدك كل هالقد تبهروها وتسوى بطوله يعني. وتعلمت تركي، واللي علمتني اخت اخوي فاتشه، اخته بتحكي تركي، فهي اللي كانت يعني مشرفه على اللغه. وانت ما عندك كرامه؟ معلائك الكبير ما بدك تبطلي؟ ولك صرتي اكله 384,623 قتله بالتقسيمه السنه الماضيه. برضه إن في مفاوضات اللي بيقعدوا تلاقي التحكيم عرب أيضا، هيك صح الكلام؟ كلا ما في هيك قصه. ولك الحكي مناطق الله يقطعه لعمرك. واكيد في رساله كل سيده حابه تشوفها نتعلم منها الشغف والنجاح. عمورة انا كتير بحب الموسيقى يعني بشكل جنوني يعني. لك العمى بعيونك العمى، ولك العمى بعيونه لهالباجوق العمى. ولك جاي عبالي قعدنك جاي عبالي. اذا بتقلي بتحب الموسيقى ولا اي شيء تاني بالحياه كلها، حقول لك الموسيقى. ولا شو قصدك من هالحكي؟ أنا الموسيقى مسؤولة حتى عن علاجي، عن سعادتي، عن أوقاتي الحلوة. بعدين أنا بغني من عمري 5 سنين، أنا ما عرفت أعمل شيء بهالحياة أكثر من الفن. لك لأنك غراب ولا غراب انت. بعمري ما حسيت، أكيد بحب المصاري بس عمري ما اعتبرته مصدر رزق. السليم السمي البلدي. مع السلامة يا حمامة. يا مرحبا بزوارنا، يوم الحج وعديارنا. مع السلامة.